الملحمة المنتظرة ومعركة تكسير العظام والمباراة اللي كل أفريقيا مستنياها، مباراة تحديد البطل والفريقين اللي حتى الآن كل واحد فيهم استحق ان هو يبقى موجود في المباراة النهائية. استاد القاهرة 70,000 متفرج، الأهلي والوداد المغربي. بس احنا ولا يشغلنا يعني نهائي بقى فيفا بتتفرج كاف بيتفرج، مش قصتنا خالص. احنا كل قصتنا الفريق اللي هيجي في سكة الأهلي هناخده ونفصصه ونطلع منه مع بعض كل المعلومات اللي تحب تعرفها: اميز اللاعبين، تشكيلة الفريق، طريقة اللعب، نقاط القوة ونقاط الضعف. معاكم احمد السباعي من نص الملعب، والنهارده هنتكلم عن مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد المغربي. قبل ما نبدأ في الحلقة عايزك تعمل فولو للصفحة لو انت بتتابعنا من على الفيسبوك، ولو انت بتتابعنا من على يوتيوب اعمل اشتراك في القناة وما تنساش اللايك. ديربي شمال افريقي من العيار التقيل، الاهلي ده معاه 10 القاب والوداد ده معاه 3 القاب، والفريقين بيوصلوا للنهائي زي صباح الفل كل سنة. اخر 7 سنين الاهلي صعد لنهائي دوري الابطال 6 مرات، واخر 7 سنين برضو الوداد صعد للنهائي 4 مرات. فالفريقين يعني بالنسبه لهم البطوله دي عارفين دهاليزها كويس قوي، وعارفين ازاي يوصلوا للرمق الاخير كل مره من غير اي تعب. الوداد هو الفريق الاكثر تتويجا بالالقاب المحليه في المغرب، عنده 22 دوري و9 كاس و16 سوبر. لكن عمر الوداد ولا تاريخيا ولا اليوم ولا كل يوم عمره ما كان بيقدم كرة جميله، وطول عمره بيقدم كرة كلحه وتكتل دفاعي، بس بيعرف يكسب. وطبعا ده مش عيب، ده تكتيك وموجود واسلوب يحترم ولازم انت تعرف تكسبه. الاهلي والوداد اتقابلوا 11 مره في دوري ابطال افريقيا، فاز الاهلي 4، فاز الوداد 3، وتعادلوا 4 مرات. لكن في رابط مشترك دايما بيجمع كل ماتشات الاهلي والوداد، وما تعرفش ليه دايما الوداد هو اللي مستفيد من الاخطاء التحكيميه. لكن بقى اللقاء الاخير هو كان اسوأ فضيحه في تاريخ الكاف. لأول مرة في تاريخ البطولة يتلعب النهائي ذهابا بلا عودة، واتلعب النهائي على أرض الوداد المغربي، والأهلي راح لعب هناك، وطبعا الوداد كسب في ظروف استثنائية. تاريخ الوداد الأفريقي عبارة عن 3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وتاريخ الأهلي عبارة عن 10 ألقاب، يعني أكتر من 3 أضعاف رصيد الوداد في البطولة. لكن المعضلة واللي محدش يقدر يفهمها إن الوداد خد لقبين من ال3 اللي حيلته على حساب الأهلي. فهل يرد الزعيم اعتباره أم أن للكلاحة الكروية رأي آخر؟ فكنا بقى من التاريخ يا عم الحاج وتعالى نشوف فرقة الوداد اللي احنا هنلعبها يوم الأحد. المدير الفني هو البلجيكي سيفن فاندن بروك، واللي لسه ماسك الفريق من قريب قوي، واول مباراه لعبها كانت يوم 6 مايو، واول مباراه يديرها في دوري ابطال افريقيا كانت مباراه الذهاب اللي بين الوداد وصن داونز في المغرب. درب ابها السعودي ودرب الجيش الملكي، قعد مع ابها السعودي 2 شهر بس وتمت اقالته لسوء النتائج، وكان بيلعب معاهم 4-4-1-1. و4-4-1-1 دي هي الطريقه اللي لاعب بيها ماتش صن داونز في الذهاب في المغرب، لكنه في مباراة العودة في بريتوريا واللي تعادل فيها 2-2 كان بيلعب 4-3-3. فهو مدرب عنده مرونة كافية وبيعرف يذاكر خصومه كويس. القيمة التسويقية للوداد المغربي كفريق على بعضه 19 مليون يورو، والقيمة التسويقية للأهلي 30 مليون يورو. في الدوري المغربي الوداد بيحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأول الجيش الملكي، وفاضل 4 ماتشات فقط على نهاية الدوري المغربي. اما في دوري ابطال افريقيا فاحتل صداره مجموعته ب 13 نقطه على حساب بيترو اتلتيكو وشبيبه القبائل اللي صعد معاه وفيتا كلوب الكونغولي. خسر في مباراه واحده بس في المجموعه قدام شبيبه القبائل 1-0 في الجزائر، وخسر برضه في دور ال16 قدام سيمبا التنزاني في تنزانيا 1-0. على الجانب الهجومي مفيش اي مقارنه بين الاهلي والوداد، عشان الاهلي سجل 20 هدف في دوري ابطال افريقيا، ولكن الوداد سجل بس 10 اهداف. لكن على الجانب الدفاعي الاهلي استقبل 8 اهداف والوداد استقبل 4 اهداف، مفيش منهم ولا هدف في كازابلانكا. يلا بينا بقى نروح لاميز اللاعبين. الوداد مليان لعيبه مميزه، انا اخترت لك منهم 3 عشان تعرفهم كويس. الاولاني هو المهاجم السنغالي سامبو اللي قيمته التسويقيه 500,000 يورو، لكن هم اشتروه بس ب 153,000 يورو. راس الحربة التقليدي كما يجب ان يكون، الكلاسيك ال9 بتاع زمان، تسديدات ماشي، ضربات رأس ماشي، سرعة ماشي، حنكشة في الزحمة ما بيقولش لا، يعرف يضغط على المدافعين. فحرفيا يعني راس حربة متميز جدا، هو سجل 4 أهداف بس في دوري أبطال أفريقيا السنة دي. لكن فكرة انك تعرف تشتريه ب 153,000 يورو فدي صفقة ممتازة. تاني لاعب مميز عايز اكلمك عنه هو يحيى جبران كابتن الفريق، قيمته التسويقيه 1.9 مليون يورو، مميز جدا في التحضير ونقل الكرة والتحكم في رتم الفريق وقيادة التحولات الهجومية السريعة.
اللاعب الثالث معانا هو يحيى عطية الله الباك ليفت، وده قيمته تسويقيه 2.5 مليون يورو. وكفايه بس ان انا اقول لك انه لاعب كاس عالم ولعب ماتشات اساسي وشارك في كاس العالم اللي فات اللي المغرب قدرت تحقق فيه المركز الرابع. فهو يعني مش مجرد باك ليفت، لا ده هو بيزيد وبيعمل مشاكل كتير جدا هجوميه، ولكن في عيب واحد فقط، انك تقدر تستغل المساحات اللي بيسيبها وراه. وعندهم برضو لعيبه كتير كويسه زي الحسوني وزي المترجي وزي اوناجم، وفي الاول وفي الاخر برضو جودة لاعبي الوداد كويسه. تعالى بقى نشوف نقاط القوه مع بعض. فاهم نقطه من نقاط قوه الوداد هي الكرات العرضيه، خصوصا يعني على راس سامبو. وعايز اقول لك ان الوداد صعد من دور الثمانيه للفاينل بثلاث اهداف، الثلاث اهداف كلهم من عرضيات. ومش بس الاهداف اللي سجلوهم، ده فرص كتير جدا ضيعوها، اغلبها كان عباره عن كرات عرضيه على البعيده، خصوصا يعني في ماتش صن داونز رايح جاي. النقطه الثانيه بقى المهمه اللي عايزك تاخد بالك منها هي سرعه التحولات الهجوميه. الفريق ده عنده سرعه كبيره جدا في التحولات الهجوميه. ومثلا لما راحوا لعبوا صن داونز في بريتوريا، فاندن بروك عمل حاجه ذكيه جدا، وهي يعتبر يعني غشها من كولر لما راح لعب مع صن داونز في بريتوريا، هو كان بيحاول يلعب على الجانب العكسي لصن داونز. يعني ايه الناحيه العكسيه؟ صن داونز لما بيهاجم بيضيق المساحات وبيلعب من العمق، بس بيسيب الناحيه العكسيه فاضيه. يعني لو الهجمه من ناحيه الشمال، الناحيه الثانيه بتبقى فيها مشكله كبيره جدا عند صن داونز، ودي استغلها كولر زي ما قلت لك في ماتش بريتوريا. وفاندن بروك عملها بالظبط، بس عملها افضل لانه لعبها من الجنبين مش جنب واحد. اول ما الكره تتقطع كانت بتتلعب في الزاويه الفاضيه سواء يمين او شمال مش فارقه. لذلك يعني لعب ب4-3-3 ولعب باثنين اجنحه ميولهم كلها هجوميه، هو المترجي واوناجم. عشان كده في بريتوريا زي ما هم سجلوا اهداف، بس في فرصتين ضاعوا كانوا في منتهى الاهميه، والاثنين واحده عن طريق اوناجم واحده عن طريق المترجي. عندهم برضو حاجة تانية أكيد هيلعبك عليها، وهي التسديد من بعيد. وده ببساطة لأن أول واحد أصلا لعب على التسديد على الشناوي على يمينه كان وليد الرجراجي في ماتش نهائي السنة اللي فاتت، واللي بعدها اتضحت جدا إن دي أصلا مشكلة عند الشناوي، فطبيعي جدا إن هو يلعبك عليها. دفاع الوداد بقى متميز في 3 حاجات مهمة جدا. أول واحدة فيهم الشراسة في الالتحامات. لو بصيت على ماتشهم مع صن داونز في بريتوريا، حرفيا ده اللي كسبهم الماتش. كانوا بيلعبوا صراحة بمنتهى الرجولة، لدرجة ان انا تقريبا ما شفتش التحام لعيب من صن داونز بيكسبه، لدرجة انك احيانا في بعض الالتحامات كان بيبقى 2 لعيبه من الوداد هم الاقرب للكوره، لدرجة ان في كوره مثلا الاثنين خبطوا في بعض والاثنين اتعوروا. والدفاع برضو متميز في حاجتين مش بينفصلوا عن بعض. الاولانيه هي الوعي التكتيكي، وده تقدر تشوفه في ان بمجرد ما المدرب مسك بقاله فتره قصيره جدا، احنا بنتكلم في تقريبا شهر، ومع ذلك قدروا ينفذوا تعليماته. المنظومه الدفاعيه بتاعه الوداد بدات تتحسن مع فاندن بروك. الميزه الثانيه بقى هي الدفاع كمنظومه. يعني الدفاع بتاع الوداد كافراد هم مش احسن حاجه، واميز واحد فيهم هو حارس المرمى المطيع. رياكشناته عجباني جدا بصراحه، حارس مرمى متميز جدا. يكفيك بس انك تشوف رياكشنه في الكوره بتاعه صن داونز على الارض وتغيير اتجاهه مره واحده بسرعه جدا. ولكن يعني تميز الوداد مش في ان الخمسه اللي ورا بيعرفوا يدافعوا كويس، لا، تميز الوداد في ان الفريق كله بيعرف يضيقوا المساحات كويس جدا جدا قدام منطقه الجزاء، وبيلعبوا دفاع متاخر جدا. فمنظومه الوداد الدفاعيه واعيه تكتيكيا وملتزمه جدا، عشان كده هم فريق من اكلح فرق القاره. لا هم اكلح فريق حرفيا في تاريخ القاره. لكن في عز ما دفاع الفريق ده منظم والفريق كله بيدافع كمنظومه كده، لكن في نقط ضعف مهمه جدا. يلا بينا نشوفها مع بعض. طبعا لما بنتكلم على نقاط ضعف اغلب كلامنا بيبقى على خط الدفاع، فعايز اقول لك ان خط الدفاع بتاعهم بحارس المرمى شبه ثابت. المطيع بيقف حارس مرمى ثابت، والتجناوتي بقى دكه. الباك رايت بيلعب العملود، والباك ليفت بيلعب يحيى عطية الله. في قلب الدفاع بيلعب ابو الفتح وجنبه زولا. 3 منهم مميزين جدا في الالتحامات الهوائيه، ولكن في نفس الوقت عندهم مشاكل كلهم في التمركزات. التمركز اثناء العرضيات عندهم عامل مشكله كبيره جدا، والمشكله دي موجوده من ايام جاريدو ومستمره حتى في وجود فاندن بروك. فهتلاقي مثلا الكوره دي في ماتش شبيبه القبائل من ضربه ركنيه في الدقيقه 86، وتمركز في منتهى السوء من خط الدفاع، والكوره دخلت هدف. حتى في مباراة الدفاع الحسن الجديدي من كام يوم، يعني لسه مع فاندن بروك، وفي الاسبوع اللي قبل ماتش النهائي برضو دخل فيهم هدف مش طبيعي من ضربة ركنية. فيعني المشكلة كانت موجودة وفضلت موجودة. هي نفس المشكلة بتاعت التمركز دي، لو الكورة اتلعبت بقى على الارض بتبقى اكبر بكتير. فمثلا في ماتش صن داونز في كورتين اتلعبوا على الارض، واحدة دخلت هدف والتانية انقذها حارس المرمى المطيع بشكل اعجازي.
الطريقة دي والكرة دي مستمرة معاهم، وعيب مستمر كبير جدا بيحصل معاهم بشكل متكرر سواء في الدوري او في افريقيا. فلو يعني قدرنا نستغل وصول معلول لغاية الخط ويلعب الكرة سواء لبره او لجوه على الارض هتفرق كتير جدا. عندهم مشكلة كمان على الاطراف في المساحات اللي بيسيبوها تخليك تقدر تستغل موضوع العرضيات ده كويس جدا، ان في مساحات كويسة جدا على الاطراف بسبب ان هم بيهتموا قوي بغلق العمق عشان ما تقدرش تهاجم منه. وده طبعا هيبقى موجود بشكل كبير قوي في القاهرة زي ما كان موجود ضد سان داونز في بريتوريا. ليه بقى دي هتبقى مشكلة بالنسبة لكولر؟ لان اصلا كولر من ساعة ما جه الاهلي وهو دايما كل حلوله من العمق، فبالتالي احنا محتاجين نغير اسلوبنا شوية ونستخدم الاطراف لان هم اصلا بيبقى عندهم فيها مشكلة. عندهم برضو نقطة ضعف ان عندهم قلبين الدفاع بطاء جدا، فلو لعبت تشيب او لعبت كرة بينية ما بينهم هيبقى صعب جدا وهيبقى المهاجم اسرع بكتير. فلو جيت مثلا نبص على الكرة دي، ده الهدف بتاع صن داونز في المغرب اللي اتلغى. اعتقد يعني ان الميزة دي ممكن تستغلها قوي في المغرب اكتر من القاهرة، ولكن برضو في القاهرة لو انت حاولت تحضر وتستدرج دفاعاتهم ان هي تتقدم شوية هتقدر تستغلها كويس. فزي ما انت شايف مثلا صن داونز عرف يستغلها كويس جدا في بريتوريا وقدر يعمل انفراد تام، ولكن المطيع تألق غير عادي وقدر ينقذ الانفراد ده. وحتى برضو في الدوري المغربي شوف الهدف ده بتاع اولمبيك خريبكا في الدقيقة 7، وشوف برضو ازاي قدروا يخترقوا بنفس الطريقة، وتقريبا لو تاخد بالك هتحس ان الكورة هي. عارف الحماس الزايد والشراسة الدفاعية اللي انا كنت بكلمك عليهم على انهم نقطة قوة؟ صدقني دول ممكن يبقوا نقطة ضعف لو انت استغلتها جوه منطقة جزائهم، لانك تقدر تاخد منهم ضربات جزاء بمنتهى السهولة، لان الاحتكاك عندهم عالي جدا والالتحام بتاعهم في منتهى القوة. زي ما الارقام بتقول الاداء برضو بيقول هجوم الوداد مش احسن حاجة، حلولهم الهجومية مش كتيرة، ولكن دفاعيا فريق متميز جدا. التشكيل المتوقع للفريقين هتلاقيه موجود دلوقتي عندك على الشاشة، ولو جينا لتشكيل الوداد هتلاقي فيه مركز واحد فقط حاطط لك عليه علامة استفهام، لان حرفيا انت ما تقدرش تحدد ولا انا اقدر احدد مين اللي هيلعب فيه. فريق الوداد كله هيكله ثابت، خط الدفاع ثابت، جعدي وجبران في قلب الملعب الاتنين دول ثابتين مفيش فيهم كلام، ونجم برضو على الوينج رايت ثابت مفيش فيه كلام، قدام سامبو هتلاقيه ثابت مفيش فيه كلام. فاضل مركزين بس في الملعب هما اللي بيغيروا الطريقة وهما اللي بيتحكم فيهم المدرب كل ماتش، اللي هو الوينج ليفت واللي هو الارتكاز الثالث او صانع لعب او شادو سترايكر على حسب ما المدرب شايف. احنا كده خلصنا الكلمتين اللي بالارقام، فاضل بقى الكلمتين اللي المفروض احنا نبقى عارفينهم وعارفين ايه الفرق بين الماتش ده وكل الماتشات اللي فاتت. لو جيت تتكلم عن القوة والضعف وتتكلم عن مثلا مقارنة قوة فريق الوداد بفريق الرجاء، فهقول لك ان حرفيا اقوى فريق قابلناه لحد دلوقتي، وحتى لما نقابل الوداد ونخلص الماتش ده اقوى فريق قابلناه هو فريق الرجاء، لان فريق الرجاء كان عنده حلول هجوميه كتير جدا لكن دفاعه ما كانش بنفس قوه دفاع الوداد. فالاهلي ككواليتي لعيبه يعني هو افضل بكتير من الوداد، ولكن زي ما بقول لك دايما والكلمتين اللي كلنا عارفينهم ان الكوره ما بتعترفش بالكلام ده. ده ماتش نهائي وده الاختلاف الوحيد بينه وبين كل اللي فات. ماتشات النهائي ما فيهاش هزار، ماتشات النهائي الاداء فيها مش هو المطلوب. الماتش النهائي دايما اللي بيقدر يكون مركز، وحاجات بسيطة جدا بتفرق، تفاصيل بسيطة جدا، ضربة ركنية اتلعبت بشكل أحسن، حارس مرمى أخطأ خطأ، باص بشكل سيء أثناء تحضير سواء من دفاعك أو من دفاعه، لقطة صغيرة جدا ممكن تخلص الماتش. عشان كده عايز أقولك إن كل اللي احنا قلناه ده في كفة، ورجولة اللعيبة في كفة تانية لوحدها. وهنا انت لازم تدي احترام كويس جدا لفريق الوداد، لأن الفريق ده زيه زي الأهلي كخبرات في البطولة دي، فلازم تديله احترامه كويس قوي عشان تقدر تكسبه. وجود 70,000 متفرج في استاد القاهرة ان شاء الله هيفرق فرق السماء والارض في نتيجة المباراة دي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تكون من نصيبنا وتكون ال11. سلام عليكم.